اهلا بكم مع فيديو جديد. تعالوا مع بعض هنعمل خلية النحل في الطاسة على البوتاجاز من غير فرن. انا دلوقتي عندي بيضة وانا هعمل قطعة صغيرة خالص على قد الطاسة اللي عندي. عندي بيضة واحدة زي ما انتم شايفين، بيضة واحدة، وهنحط عليها رشة فانيليا. طبعا ده لازم، بيض يعني فانيليا. وهنقلب. نحط بقى ايه؟ هنحط معلقتين كبار سكر، تمام. وكمان هنحط رشة من الملح. الملح طبعا محسن للطعام، لازم ملح يا جماعة. نقلب. معلقتين من الزيت، تمام. وكمان هنعجن بمية دافية عادية خالص من الحنفية. هنحط طبعا معلقة صغيرة من الخل. الخل ده يا جماعة بيعتبر محسن للعجين، وبيعمل طراوة كده للعجينة وهش، يخلي العجينة هشة. نحط كده ايه؟ معلقة خل، على قد العجينة بقى اللي انا هعملها، تمام. نقلب. نحط شوية مية، معلقة خميرة، زي ما قلت لكم على قد العجينة. معلقة بيكنج باودر، طبعا انت تضاعفي الكمية. حط الدقيق بقى بالتدريج، يعني هنا كده ايه، كوباية الا ربع دقيق، لحد ما العجينة تاخد السوائل اللي انا حطاها دي تاخدها. وطبعا اعجني كويس عشان تدي نتيجة كويسة. اخدمي العجين يعني تعجنيه كويس قوي كده. طبعا عايزة ايه؟ عايزة تاني دقيق تاني. عايزة اقول لكم خدت كوباية ونص دقيق. هنعمل ايه بقى؟ انا بقى كده كفاية المعلقة، هعجن بايدي وارجع لكم اوريكم قوام العجينة. بعد ما عجنتها كويس قوي، كلنا طبعا بنعرف نعجن، هغطيها بقى عشان تتضاعف، ونرجع نكمل بقية الوصفة. زي ما شايفين كده الحجم بتاعها اتضاعف. هنكورها بقى كور في صينية ونحطها على البوتاجاز، كور صغننة خالص، وهنشوف هنعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين كورتهم، هنسيبهم يرتاحوا وبعد كده هنسويهم على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين هنحطهم بقى على النار، على نار هادية وليكن مفيش نار، ونقلبهم من الناحية التانية ونرجع لكم. ايه رأيكم بقى؟ ما هذا الجمال! بصوا يا جماعة، بصوا بتتحدث عن نفسها. بصوا قطنية، بصوا التسوية. اعملوها بقى بنفس الطريقة دي، واكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رأيكم. اشوفكم على خير مع فيديو جديد، ومتنسوش تفعلوا الجرس ليصلكوا كل جديد. واقول لكم باي.